المصري في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومعكم رأفت الديب حمزة من محافظة سوهاج، وتحديدا نحن في شارع النوري بمركز المنشاة. نحن الآن نلتقي مع الطالبة إيمان محمود عشري خليفة الشيمي من أوائل محافظة سوهاج في الشهادة الإعدادية، جابت 280 من 280. نتعرف على الطالبة إيمان. نورت يا أستاذة إيمان على تلفزيون الخبر المصري، ويا ريت حضرتك تعرفي نفسك للسادة المشاهدين. أنا إيمان محمود عشري خليفة، مدرسة الإعدادية دي من بنات ارفعي صوتك شوية. مركز المنشاة محافظة سوهاج. طيب إيمان، كيف عرفت النتيجة بتاعتك؟ ابن عمي حسام، دكتور حسام محمد عشري هو اللي رن علينا وجابنا. كان إيه إحساسك لما عرفتي إنك أنت من الأوائل؟ طبعا حسيت بالفرحة، طبعا حسيت بمجهودي. كنت متوقعة النتيجة دي يا إيمان؟ أيوة طبعا، لأني اجتهدت طبعا، كل مجتهد. كنت بتنسقي وقتك إزاي يا إيمان في المذاكرة أثناء الامتحانات أنا بالذات يعني؟ كنت لما أجي من أي درس كنت أذاكر الدرس اللي أخدته عند المستر مثلا أو الميس. تمام. طب هتحبي يعني أي كلية تخشيها بالظبط إن شاء الله؟ الطب إن شاء الله، وطموحي إن شاء الله بإذن الله. الطب. طب في يعني حد يعني واخداه مثل قدام منك يعني عايزة تبقي زيه؟ ابناء عمي طبعا. ابناء عمك دكاترة برضه؟ وفي تاني دكتور مثل معين عايزة؟ دكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب. ربنا يوفقك يا إيمان وتكوني بمشيئة الله زي الدكتور مجدي يعقوب. طيب إيمان، تحبي توجهي يعني رسالة، عايزك توجهي رسالة للطلبة اللي زيك عشان يبقوا متفوقين يعني فيما بعد اللي جاي، عشان يبقوا متفوق زيك، تحبي تقول لهم إيه؟ عدم الاعتماد على الغش والمجهودك طبعا، والمجهود طبعا والمذاكرة والاجتهاد، كل حاجة بتوصل. أستاذ محمود، نورت على تلفزيون الخبر المصري، وعرف نفسك للسادة المشاهدين. الله يبارك فيك يا أستاذ. أنا الأستاذ محمود عشري خليفة، مدرس الدراسات الاجتماعية. أهلا بحضرتك. الله يبارك. كنت متوقع النتيجة بتاعت إيمان يا أستاذ محمود؟ كنت متوقع جدا. كان إيه إحساسك لما عرفتها من الأوائل؟ والله يعني أنا فرحت فرح شديد طبعا، بس أنا يعني من توقعي في إن هي عشان هي مجتهدة وعذاكر أول بأول، كنت متوقع بنسبة 100% إن شاء الله إن ربنا يكرمها هي، لأنها طلعت في الترم الأول برضك هي الأولى طبعا على المحافظة، فكنت متوقع حالنا برضك إن ربنا هيكرمها إن شاء الله برضك في الترم الثاني برضك، وهتطلع الأولى برضك على المحافظة. طب حضرتك وجه لنا رسالة لكل أولياء الأمور بحيث يعني ينتبهوا لأولادهم إزاي عشان يطلعوا متفوقين زي الدكتورة إيمان إن شاء الله. طبعا هو أهم حاجة المتابعة المتواصلة والمستمرة مع الأبناء، يعني ما عدم الإهمال في المتابعة معهم في نظام حياتهم كله، يعني مش مذاكرة بس ولا كل شيء. أنت معك أولاد قد إيه غير إيمان؟ معايا عبد الرحمن في أولى ثانوي وراح ثانية إن شاء الله. بسم الله. ومعايا محمد محمود برضك في 5 ابتدائي وراح 6 إن شاء الله. ما شاء الله. ألف مليون مبروك للدكتورة إيمان. ونتعرف على والدة إيمان. عرفينا بنفسك يا أستاذة باسمك. منال صفوت مهني رشوان، مأمور ضرائب العقارية بالمنشاة. بسم الله ما شاء الله. كلكم يعني متعلمين، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. الله يخليك. كان إيه إحساسك لما عرفتي نتيجة إيمان؟ ما تعرفش، الواحد كان طاير من الفرحة وحاسس إن ربنا يعني على قد المجهود اللي عملته والتعب اللي تعبته ربنا أعطاها على قد التعب. ربنا يبارك لك فيها. آمين يا رب. طب كنت متوقعة النتيجة ديت الإيمان؟ ما هي مع تفوقها واجتهادها ومذاكرتها ومتابعتها ومراجعتها، وعشان كنت بتابع معاها عارفة إن شاء الله ربنا هيكرمها. طب وجهي لنا رسالة لكل أم عشان تبقى تنتبه لأولادها وتعتني بيهم يبقوا منا متفوقين زي الأم تعتني بأولادها من التأسيس، من الابتدائي لازم تهتم بيهم وتعلمهم مخارج الحروف والقراءة وكل حاجة. هي تهتم، ما تركزش على الدروس ولا على المدرسة، لازم هي تتابع في البيت معاهم وتشوف ايه مستواهم، وتتابع مع المدرسين تشوف مستوى عيالها ايه، أطفالها ايه. ألف مليون مبروك الإيمان، وإن شاء الله نيجي نبارك لها إن شاء الله في الثانوي وتخش طب إن شاء الله. إن شاء الله. عرفينا بنفسك يا حاجة. نعمة السيد محمد.
ده انت جدتها يا حاجة؟ هاي جدتي من ناحية الأم ولا من الأب؟ ناحية الأم. طب إيه كنت متوقعة النتيجة دي الإيمان يا حاجة؟ متوقعاها والله، متوقعاها. وانا لما جه الخبر يعني ما استغربتيش يعني ما استغربت. كنت متوقعة إنها من الأوائل؟ متوقعاها. وبرضك في الترم الاول كنت متوقعه لها نتيجه برضك حلوه. ألف مليون مبروك الإيمان. ومرة أخيرة تحب توجه الشكر يا إيمان لأي حد يعز عليك؟ ايوه طبعا مستر جابر ومستر ياسر ومستر حمد عبد الوهاب، وهم طبعا ليهم دور كبير في التشجيع، ومستر جوزيف مستر بتاع العلوم والاساتذه اللي في المدرسه كلهم.